اهلا بكم مشاهدينا ويوم جديد من الليله. حلقتنا النهارده هنتكلم هي وهو عن الرومانسيه وعن الحب، وليه دايما نقول الحب زمان مش موجود دلوقتي؟ يا ترى بسبب ان بيقول دايما احنا في عصر السرعه، كل حاجه بقت سريعه، حتى دلوقتي الحب بقى على السوشيال ميديا، ما بقاش فيه حب بين الزوج والزوجه او بين الحبيب والحبيبه. عايزين نعرف القصه ايه، ولا يا ترى كمان عشان ما فيش سينما وما فيش مسلسلات وما فيش دراما تقدر تتكلم عن الحب، بيقولوا الحب بقى دلوقتي في تركيا وفي الهند وما بقاش موجود في مصر؟ ده عايزين نعرف ليه بيقولوا كده، وعايزين نعرف تفاصيل اكتر في حلقتنا. مساء الخير يا عمر. ازيك يا مريان؟ هو مصطلح قديم قوي موضوع الحب، هو لسه فيه موجود؟ بتهيألي موجود يعني. موضوع الحب انا بسمع، يعني كنت بسمع الكلمه دي، بس يعني دلوقتي مش عارف هي اختفت ولا هي موجوده ولا هي خدت شكل تاني خالص غير الشكل المتعارف عليه، يعني غير بقى عبد الحليم حافظ والاغاني الرومانسيه بتاعت زمان والحاجات الافلام الجميله اللي كنا بنتفرج عليها والاغاني اللي كنا بنسمعها. لا، الظاهر الموضوع اختلف دلوقتي، خد شكل تاني خالص، ولا يمكن اختفى نهائي ومش موجود. ايه فكره الحب وهو وهي، ومين اللي ممكن يكون رومانسي اكتر، الرجل ولا المراه؟ وهل مازال يعني او ما زالت قيمه الحب في مجتمعنا المصري ومجتمعنا الشرقي موجوده لغايه دلوقتي؟ وافلام الرومانسيه اللي هي يعني اختفت تماما، هل في حاجه اسمها فيلم رومانسي؟ هل في قصه رومانسيه مصريه ممكن ادخل السينما واتفرج عليها واستمتع بيها، ولا زي ما قالت مريان التركي والهندي؟ ها بالظبط، وكان اخرها بتهيألي تيمور وشفيقه، وبعديها ما شفناش برضو يعني وما كانش شكل كمان رومانسيه. ما كانش رومانسي مجرد يا مريان، بالظبط، كان رومانسي يعني في اكشن مش كده؟ بالظبط. طب انت يعني موضوع التركي والهندي خد يعني حيز كبير قوي من حياه المصريين ومن شكل الحياه عند المصريين. هو التركي اصبح هو المسيطر في موضوع الرومانسيه، يعني لما نيجي نتكلم عن الرومانسيه يبقى لازم الفيلم او المسلسل تركي، ما ينفعش يكون مصري، مش كده؟ للاسف، وده اللي احنا عايزين نعرفه من ضيفتنا اللي منورانا، الفنانه والناقده نقول استاذه حنان غانم. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي في الليله النهارده وفي هو وهي. سمعتي المقدمه بتاعتنا وشفتي بنتكلم عن موضوع الحب اللي هو الفاكرات بتاع زمان ده اللي كانوا بيتكلموا عليه. هو الحب موجود، وليه دايما نقول زي ما عمر بيقول بتاع زمان؟ ليه احنا مش شايفينه دلوقتي، او ليه مش عايشينه؟ احنا مشتاقين لايام زمان، بنحلم ان نعيش الجو اللي كان معبود الجماهير. أيوة. فيلم ايامنا الحلوه. ايامنا الحلوه، فاكره؟ ايامنا الحلوه ده مش قصه حب واحده بس، لا، انت شفت المجموعه، كل واحد بيضحي عشان ده، هي حبيبه واحد بس. لا هي يعني هم كلهم بيحبوها، لكن هي لا، هم كلهم بيحبوها، لكن هي حبيبه واحد. لا، ما هو لو وقتنا الوقت الحالي خناقات بقى وكده طبعا كنت اكرهها واكرهه، وازاي تحبه هو وازاي ما تحبينيش انا. لا، تحس كده انك انت تطلع من الفيلم عايز تحب كل الناس. الله، لو حد زعلان منه هتسلم عليه وتحضنه. حلو قوي المصطلح ده، تطلع من الفيلم تحس ان انت عايز تحب كل الناس. تحب كل الناس. هنا فعلا بجد بقى الكلام بقى اللي هو الكبير والكلام اللي بيتقال ان الفن فعلا ممكن يأثر في شخصية الانسان. كان بيحصل زمان الكلام ده. الفن ده يعني سفير كل بيت، هو اللي بيخش كل بيت. انت بتشوف اولادك؟ والله انا لسه ما اتجوزتش. عامة يعني. احنا ما بنشوفش اولادنا، التلفزيون هو اللي بيربيهم. التلفزيون هو اللي بيربوهم ازاي؟ على المطاوي والسنج ما احنا جايين بقى لسه هنتكلم بس الناس بيربيهم على المثل العليا والاخلاق. بس كلمينا شويه عن استاذه حنان. لا، انا عايزه ارجع، يعني ما دام فتحنا موضوع السنج والمطاوي واللي بنشوفها في الافلام، لما بنيجي نتكلم النقاد وبنيجي نتكلم الصناع والقائمين على الاعمال ديت، يقول لك احنا هنخلع جلدنا ليه؟ ما هو ده حل المجتمع، والفن بينقل صوره المجتمع، فليه انتوا بتنقدوا الافلام دي قوي وهي حاله المجتمع؟ وده الشارع، شكل الحاره وشكل الشوارع المصريه اللي احنا بتهيالي كتير قوي مننا مش شايفها. ده صح ولا ده غلط؟ الواقع. ما هو من زمان كان في مخدرات وفي دعاره وفي ليه ان هم كانوا بينتقوا الحاجه الكويسه. حتى طب على سبيل المثال كان فيلم وليس الحظر، فيلم فريد شوقي كان بيقدم فيه ايه؟ فيلم مثلا جعلوني مجرما، غير قانون الغاء السبقه الاولى، صح؟ تمام. فيلم اريد حلا، غير قانون الاسره اللي كانت المراه مظلومه فيه. لو الشقه من حق الزوجه والشقه من حق الزوجه جميله طبعا. وفيلم بورسعيد. طب ما هو فيلم بورسعيد خلى كل الشباب يحب الوطن. يعني تسمع الفيلم
الولد الصغير اللي قد كده عايز يطلع يحارب وعارف انتمائه لبلده. وده كان المقصود مدام حنان ساعتها، ان ده كان يعني الهدف، انك انت بتعمل فيلم علشان وجبت شخصيه تاثر في الناس. ما هو لازم. احنا الفن ده، هو ليه الناس كلها بتحب الفنانين؟ وليه بنقول الفن مرآة؟ وليه بنقول الفن اللي بيأثر؟ لأن كل البيوت بتحب الفنانين. طيب تيجي ناخد الموضوع واحده واحده، لان واضح ان احنا بصراحه كده الموضوع متشعب، وان احنا عشان نعرف نسيطر عليه او نسيطر على الحديث بتاعه مع حضرتك تحديدا، لان برضو انت ليكي خبره كبيره جدا وليكي باع طويل في كتابه المسرحيات والافلام والمسلسلات وليكي تجارب اكيد. فعايزين نعرف دلوقتي السؤال دلوقتي المنطقي، قصه الرومانسيه او قصه الحب، احنا كمجتمع مصري حاليا في الايام اللي بنعيشها دي، موجود عندنا فكره الحب والحلم والرومانسيه؟ الحب موجود، بس الواقع صعب اللي احنا عايشين فيه. الحياة صعبة، رتم الحياة سريع جدا جدا جدا، المعيشة صعبة. طب مين اللي فرض إيه ده؟ بقى دور السينما؟ استاذة حنان، دور مين الفن. مين اللي فرض ده؟ مين اللي خلاه؟ ما هو الساعات هي عددها، الدنيا هو حالها. مصر يعني زي ما بنقول ايه اللي اتغير؟ التكنولوجيا اللي احنا فيها يعني ده زمان كان شقة واليوم طويل، دلوقتي انت ما بتلاقيش وقت، شويه على الكمبيوتر، شويه على التلفزيون، شويه بتتكلمي في التليفون وشغلك، ما بتلاقيش وقت. زمان كان بترجعي من الشغل تاخدي البطيخه وتروحي بتبقي مش عارفه تعملي ايه من الساعه 3 لغايه تاني يوم الصبح، ما فيش وقت. دلوقتي بتقعدي على النت بتنسي تكلمي ده وتعملي ده. الشغل الكتير جدا، ان المعيشه صعبه قوي، الشقق غاليه، الحاجات المصاريف غاليه، الاولاد بقت. زمان ما كانش فيه مدارس خاصه، ما فيش الكلام ده كله، كل واحد بيبص لغيره. انا عايزه اودي ابني مدرسه خاصه، شايف مدرسه دي اغلى، لا انا مش مهم المدرسه كويسه ولا وحشه، مش مهم بتعلم ولا ما بتعلمش، المهم انا ابقى زي جاري فلان ولا ابن عمي ولا ابن خالتي. وبالتالي هشتغل ليل ونهار، ولا هشوف، لا هراعي ولادي ولا اشوفهم بيتفرجوا على الفن اللي هم القائمين عليه. ما يهمهمش الفن، ما بيقدم ما لهمش دعوه بالفن نهائي. هم عايزين دي سبوبه، الفن بالنسبه لهم سبوبه، المفروض ما يتقالش فن. ما انا ما اقدمش للبيت للاسره واحد ماسك مطوه، ولا واحد ماسك سكينه، ولا واحده بتعلمني اضرب السرنجه ازاي. طيب ما هي مريان سألت حضرتك سؤال برضو لما قالت لك الفن هو تعبير عن واقع المجتمع. ما هو معلش الرد برضو ما احنا ما خدناش بالنا قوي. ننتقد معنى ايه يا فندم؟ ما هو اذا كان ده الواقع ده الموجود الواقع ايه؟ الواقع ان في مخدرات وفي السنج وفي زمان كان في مخدرات، بس مش اكيد مش بالمنظر ده. بالمنظر ده كان في مخدرات، بس تقدم ازاي؟ يعني مصر كانت كده زمان؟ لا ما بنتكلمش على كل يوم مصر بتتغير والعالم كله بيتغير. جميل. كل يوم، بس الفن دوره ايه؟ ان انا ما اقدمش الواقع. انا هستفيد ايه لما تقدم لي زنا المحارم؟ انا بستفاد ايه؟ صح. بالعكس، انت كده بترسخ فكره الاول انا رافضاها، تاني يوم هسمعها، تاني يوم هتبقى عاديه. صح. ايه يعني بعد ما كنت ببقى محرجه منها او مكسوفه منها، دلوقتي انت بتخليها لي خلاص بتخليها لي شيء عادي، طبيعي، شيء طبيعي. البنت في المدرسه والولد اللي هم احنا لو جيت انت قلت الرومانسيه، الشعب هو اللي عايز الفن ده. لا مش عايز الفن ده. انت بتقدم مثلا فيلم لسين اي حد من بتوع اليومين دول، الافلام الحلوه دي، هتلاقي كل الاعمار من 18 سنه لغايه 25 27 سنه او 15 سنه بيشوفوها. انت ما قدمتليش حاجه كويسه. انت لو قدمت لي فيلم رومانسي هحبه جدا. قدمت لي فيلم، لان انا بتكلم على الفئه العمرانيه دي، الفئه السن ده بيبقى ثوري متمرد، عايز يبقى انا اللي محدش، انا اللي باخد قراري بنفسي. لو ابوه قال له كلمه مش هيسمعها، لكن هيسمعها من نجم في سينما، في مسلسل. ده كلام صحيح، احيانا بيحصل كتير جدا. طبعا هيتقبلها من دي. طب احنا هنقول بقى الواقع، طب ما هو الواقع ده احنا نغيره. احنا دورنا احنا نغيره، ما نقعدش نقول لك لا انا بقدم الواقع. لا انت بتقدمش الواقع، انت بتقدم اسبل ما في الواقع. الواقع فيه الحلو وفيه الوحش. طب ما ناخد الكويس ونجمل الوحش. مش لازم نجمله، حتى لو مش نجمله. يعني حتى لو هنقدمه مش لازم يعني نزيده قبحا. لا هقول لحضرتك يعني ما هو نقدمه بطريقه معينه، مش لازم نظهره زي ما هو. لا يعني المخدرات موجوده زي ما قلت، المخدرات زادت جدا. ايه بقى ايه البنت الصغيره او الولد اللي هو في ثانوي بتيجي تقول له الحقنه بتتاخد بالظبط كذا؟ طب ما هو عايز يجرب. طب ما انت تقدم له خلاص ده ادمن،
المشهد اللي بعديه او بعد كذا خليه بقى شكله عامل ازاي، خليه هو يقرأ ده المدن. نموذج تحت السيطره اللي حضرتك بتتكلمي عنه. تحت السيطرة. بس تحت السيطره برضو اهو هنرجع ليه، كانت الدراما السنه دي بتقدم هو المسلسل ده شابوليه. طيب. بالظبط. وعلى فكره تمثيل وتأليف طب كل يعني القائمين معلش عليه، مدام حنان، ولكن يعني الغلط- يعني ايه شابولي تمثيل وتأليف وكل القائمين عليه؟ ما هو بس في غلطه ما هو ممكن واقع. هقول لحضرتك طيب. زي ايه؟ ده اللي حصل. تعمل اكله حلوه جدا 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 بس وبدل ما تحط ملح تروح حاطط سكر. فين السكر في الاكله دي بتاعت تحت السيطره؟ ان انا لازم ابقى اقدم مشهد ان البنت او الولد بيدي حقنه لنفسه ليه؟ يعني ما هو هو منظر- منظر العمل كله. ماشي بس يا استاذه هو ده ما حنان، تقوليش ده الواقع. لا ما مش هو أوكي الواقع، بس لا مش لازم أقدمه. على فكره كانت الصوره اللي قدمتها لنا كانت صوره مرعبه، ان هو الواحد يعني احنا منين احنا هتلاقي دايما كل الناس عايزة بنقول ان تجرب. الحقنه كل الفئة بتخوف. العمريه اللي اتكلمت عليها عايزين يجربوا. لا مش ده، بالعكس ده المسلسل ممكن طلع يخافوا أكتر، بالظبط. وبزات ان هو عايزين بقى انا سمعت ناس نتكلم. كتير هو ده برضو حلو، نتعرف. الاختلاف ده في جميل، ان ممكن الناس تجرب وتقول لك، او الناس تقول لك مش لا انا. عارفك انه وحش. طب احنا عايزين نجرب بقى ما دام فتحنا تحت السيطره نتكلم عن هو وهي والرومانسيه والحب. اهو بعد قصه حب رهيبه اللي هي بين النجمه طبعا الجميله نيلي كريم وكان جوزها، لما سافروا يعني بره مصر واتقابلوا هناك وبعد كده رجعوا مصر، المجتمع رفض، المجتمع الشرقي رفض الراجل ان هو يشوف زوجته انها كانت مدمنه مخدرات، فابتدى يبعد عنها. اهو ده جانب برضو عرض شكل نوع من قد ايه الحب ممكن يروح في مقابل مجتمع شرقي بيفرض حاجات وعادات وتقاليد معينه. ده صح، كان عرض المشكله ديت وقد ايه نفر منها، وقد ايه حتى كان بيسال سواق التاكسي وبيقول له يعني انت لو مراتك، قال له لا طبعا انا مش هقبل ابدا ان انا تبقى على ذمتي لو حتى يوم واحد. بس هتلاقي انت بتتكلمي على واحده ناضجه فوق ال 30 متزوجه. احنا بنتكلم على الفئه اللي هم الجيل الطالع. اللي هي من جميله اللي هي جميله اللي هو ما يهموش بقى، ما بيفكرش في الجواز. بيفكر ان ازاي انا لو عندهم المشكله في السن العمر ده بتبقى مشكله حاجه بسيطه جدا، وبتبقى الحياه بالنسبه لهم انتهت في السن اللي هو السن ده اصعب سن، وهو اهم سن عندنا المستقبل ده. اللي هو بين كام وكام تحديدا قصدك؟ اللي هو مثلا من 15 سنه لغايه فوق ال 20 22 23. تمام. ما تجيش تقول له بقى اصل البطله جوزها سابها عشان لا، مش هيشوفها، هو هيشوف الحقن، هو هياخد بس حاجه معينه. انا عايزه اخرج من الحاله. بس جميله حبت علي برضه، مش عارفه ايه، عايز يخرج من المشكله. ما هي جميله حبت علي اللي هي في السن الصغير لما لقت فقدان الاسره. ايوه لا احنا لا ما انا عارفه موضوعنا الحب، احنا مش بنتكلم عن الحب في النقطه دي تحديدا، مش عن الحب. انت جايه تناقشي حب في فيلم كله، في مسلسل كله ادمان، ازاي؟ ده المدخل يعني مثلا، يعني ازاي انا قاعده وانا وانت احنا الاثنين بنحب بعض وهيمنين في بعض وعيوننا طيب خلاص بعيدا عن واحنا بندمن، بعيدا عن النموذج بتاع المسلسل تحت السيطره، وهو مسلسل روعه وناجح جدا، ونيلي كريم كالعاده بقى يعني ابدعت فيه. والمؤلفه حلوه خلينا جدا، نرجع دلوقتي عندها هايل. تمام. افتقاد الفيلم الرومانسي او المسلسل الرومانسي اللي احنا قلنا عليه في بدايه الحلقه، اللي هو اصبح خلاص النموذج التركي مثلا هو المسيطر فيه. مصر يعني صعب ان هي تعمل مسلسل رومانسي او فيلم رومانسي. ما انا بسال حضرتك صعب. ايه اللي حاصل؟ احنا ليه بنقعد متسمرين قدام المسلسل التركي او الهندي؟ ليه؟ عشان احنا عايزين كده. ايوه مفتقدين ده. المجتمع مش عايز زي النقاد ما بيقولوا والمؤلفين ما بيقولوا، المجتمع هو اللي عايز كده، لا. المجتمع عايز يشوف حاجه تريحه نفسيا. انا عايزه اشوف انا خارجه من يوم صعب جدا، شغل ومشاكل مع الاولاد ومشاكل مش عارفه مع مين ومديري في العمل عايزه اروح ابقى اعصابي هاديه، اشوف فيلم كده يخرجني اعيش ولو لحظات ان انا كده مرتاحه. مع العلم مش الرومانسيه بس في الفيلم التركي ولا تمام. لا، المناظر. انت شوف انت بترتاح، انت هو في مشكله، هي في ايه الرومانسيه في التركي؟ ما فيش رومانسيه، ما فيش قصه، لا في قصه ولا في رومانسيه. اتنين، ما احنا عندنا بيجيبوا اتنين بيحبوا بعض. هو احنا المسلسلات والافلام ما بيحبوا ايه دلوقتي؟ طب امال ايه اللي بيحصل؟ ايه الاختلاف؟ المنظر نفسه مبدع. خلاص يبقى دي حاجه مش بتاعتنا يعني. دي حاجه لا لحظه واحده بعد اذن حضرتك. حضرتك بتقولي المنظر نفسه مبدع، جمال الطبيعه هناك. احنا عندنا برضو، ما احنا عندنا القاهره. بتتكلمي على الغردقه والشرم ولا طب نروح الغردقه؟ ما هم احنا انت عرفك انهم ما عندهمش اماكن زي عندنا، اللي هم بيصدروا لنا احسن حاجه. انت عارف انهم يعني اكتر بلد راح السياحه عندها بعد فيلم عندهم بعد مسلسل مهند
العرب فعلاً. كلهم راحوا يشوفوا بيت مهند. لا بس معلش، مع احترامي طبعا الكلام ده ممكن يكون صح جدا، لكن هم واخدين خط تاني خالص بقى لهم كذا سنه ونهضه اقتصاديه جامده جدا. معلش ده موضوع مش موضوع مهند يعني لا يعني النهضه اللي حصلت لتركيا والتطور الرهيب اللي حصل فيها اخر 20 سنه وان هي وصلت لمستوى عالمي اقتصاديا، ده ملوش علاقه بمهند فقط يعني، جزء بسيط يعني. ماشي جزء. تمام. ما هو سياحه العرب ممكن كل تكون واحد جزء، كل واحد في المجتمع ده بيبني بدوره. انا كفنانه بعمل ايه؟ المؤلف بيعمل ايه؟ المنتج بيعمل ايه؟ الدكتور بيعمل ايه؟ كل واحد في مجاله. يعني احنا ممكن نعمل ده، احنا ممكن نعمل ده. ما نعملش ليه؟ وممكن نعمل فيلم رومانسي ليه ما ومسلسل بنعملش؟ جميل. ليه ما بنعملش؟ بنعمل ليه دايما الفيلم اللي هو عشان تجاريا المنتج يهمه يكسب، ما يهموش المجتمع، ما يهموش النهوض بالمجتمع. انا ما يهمنيش، انا مالي. وهو طبعا ما بيقولهاش كده ظاهرا، بس هي جواه من غير ما ممكن يكون مش عارف، ممكن يكون جواه هو مش عارف. برافو عليك. تمام. طب لو نقول مثلا كده للمنتجين بتوع مصر ولقائمين على صناع الاعمال اللي هي الدراميه كمسلسلات وكفيديو، نقول لهم ايه؟ نقول لهم ان فعلا بجد ان احنا بنلجأ ان احنا نشوف مسلسلات هندي ومسلسلات تركي عشان خاطر بس ان احنا مفتقدين رومانسيه يقدموا اعمال فيما بعد. اتقوا الله في الشعب المصري. طب حضرتك ككاتبه بقى كان دورك ايه؟ ما فيش اعمال انا بقدم اللي بقدر عليه، يعني الحاجات اللي طب انا تكلمينا الاول عن التجارب بتاعتك يعني اللي انت قدمتيها. انا لما باجي اتكلم عن اما جيت عن مسلسل ثوره مثلا، عامله مسلسل اسمه حصاد العمر. حصاد العمر. حصاد العمر. تمام. ده بتكلم عن ظلم ومقدماه في قريه. انا دايما كل اعمالي معظمها في قريه. وليه بختار القريه؟ لان بعتبر القريه دي بلد يعني مصغرة، بلد مصغره فيها كل حاجة. العامل وفيها البسيط وفيها الدكتور وفيها والرأسمالي وفيها فيها كل حاجه. بدل ما بجيبها في قريه. تمام. بتكلم عن الرأس مالي وبتكلم عن الظلم وبتكلم عن، فكرتني دلوقتي فيلم الرومانسيه لما بتكلم عن الظلم والرأس، فيلم الزوجه الثانيه. ايوه. فيه رومانسيه ولا طبعا؟ في طبعا. فيه ظلم ولا ما فيهوش؟ ده رهيب. الفلاحه البسيطه. ده هو بمناسبه الزوجه الثانيه، هو في اخطر من الظلم، وده اللي بنحب نوضحه لناس كتيره جدا يعني. ان الظلم احيانا ممكن يكون طبعا كارثه، والظلم ظلمات دي ما فيهاش نقاش، لكن الموافقه على الظلم واستسهال الظلم والرغبه في الظلم دلوقتي. مع حسن البارودي الله يرحمه اللي هو الورق ده ورقنا والدفاتر دفاترنا، ده اكتر بكتير من الظالم نفسه، ان هو اللي سهل له. ده حاصل في كل حاجه. ده حاصل في كل حاجه. في كل حاجه. في كل حاجه في مصر. في الصحه، في التعليم، في كل الهيئات. تأييد الظالم اكتر بكتير من الظلم. هو اللي عايز كده. هو اللي عايز كده. وطبطب له وطبل له عشان ما يمشينيش. بالظبط. ما باخدش موقف، ما براعيش ربنا. لا يا ريت ما باخدش موقف ضده، ده انا معاه. ما انا لازم ابقى معاه عشان مصلحتي كده. عشان مصلحتي كده. عشان مصلحتي، وده اللي بيدمر البلد. طب استاذه حنان بعد اذن حضرتك، هو في جزء تاني من الحاله النفسيه اللي موجوده عند المصريين، غير ما بقاش معاه او ما بقاش ضده، لا ده انا بقنع نفسي، دي حاله نفسيه، ان هو صح كمان من غير ما يعرف. ازاي؟ هو انت لو هو جواه، ما هو هي جت عليا انا. ايوه. يعني هو خلاص، يعني انا اللي هصلح الكون. هو انا اللي هغير. هو انا اللي هغير. لما تيجي تقول لمنتج مثلا، يعني هي جت على الفيلم بتاعي ولا المسلسل بتاعي، نكمل فيه. كل المسلسلات دي. طب ابتدي بنفسك. زي ما حضرتك بتقولي دلوقتي، انت كتبتي ايه وعملتي ايه، او عملتي ايه للفن، زي ما مساهمه ولو حاجه. ساهمي. هتبص تلاقينا طوبه ورا طوبه. بالظبط. الفن بيتبني، البلد بتتبني. زي ما قلت تركيا مش الفن بس هو اللي عمل السياحه فيها، ما هو جزء طوبه. لا وعلى فكره جزء اساسي يعني طبعا. احنا كان اكبر سياحه عندنا كانت السياحه اللي بيجي لنا من الوطن العربي، اتنقلت بسبب فعلا بجد المسلسلات التركي فعلا. بسبب الفن فعلا. احنا عايزين نرتاح نفسيا. المشاهد عايز يرتاح، وحتى الفئه العمريه دي عايزه ترتاح، بس ده اللي بيتقدم لها يبقى حلو. مش هقول حاجه. طيب غير حصاد العمر، في مولانا الشيخ صفوان. مولانا الشيخ صفوان. مولانا الشيخ صفوان كانت بتتكلم عن رجل الساعه، اللي هو التجاره بالدين. ده نفس النموذج برضو اللي بنتكلم عليه كنا. اللي هو الزوجه الثانيه، الراجل اللي بيتاجر. هو الموضوع ده يعني اصبح سمه من سمات، هو موجود او موجود في رجال دين، موجود في كل عصر. موجود. بس ليه في مصر عندنا، عارفه ليه؟ تسمحي لي اسال السؤال؟ معلش هرد عليه. انا بقول لك عارفه ليه ان هو موجود في مصر تحديدا كتير قوي؟ لان انا هطرح طرح ان هو عشان مصر هي اصل يعني الازهر ورجال الدين والعلم والعلماء والكلام ده موجود فيها بنسبه كبيره قوي، وبالتالي
تجار الدين او يعني اللي هم زي ما حضرتك قلت اللي بيطبلوا للسلطه برضه لازم يكونوا كتير قوي. هل يمكن ده السبب ولا بجانب ده بجانب؟ اتفضلي. احنا الشعب المصري بنستسهل. وضحي اكتر معلش. يعني ما نحبش قوي، خلاص ما نحبش نفكر. ايوه. نحب اللي يفكر لنا وما نحبش نعارض قوي حتى بينا وبين نفسنا. ما انا لو فكرت هعارض. لو فكرت هعارض انا لو فكرت هعرف ان طرح كلامك جميل قوي. هعارض. بالظبط. فخلاص بقى اتعب نفسي ليه؟ هي كده وطول عمرها كده. نمشي كده. لو شغال في مكان، لو بعمل مسلسل ومدير انتاج ولا الاقي المشهد ده يمشوني. طب ما يمشوك، رزقك على الله يا اخي. طب في كل حاجه. مولانا طبعا الشيخ اكيد. صفوان ده كان برضه نفس بيتكلم عن تجارة الدين. تجارة الدين مصلحتي. الدين بيقول كده، يبقى اطوع الدين لمصلحتنا. طيب في ظل الاجواء اللي بنتكلم عليها دي وفي ظل تجاره الدين، واحنا النهارده عاملين حلقتنا عن الليله هو وهي، وموضوعنا يعني الحب والرومانسيه، هينفع ان احنا نتكلم عن الحب والرومانسيه؟ ده احنا بنتكلم على تجاره الدين وبنتكلم على مصالح وبنتكلم، معلش سوري في الكلمه انا اسف، امراض نفسيه اجتماعيه خطيره موجوده عندنا كمصريين. لا بس احنا برضو عايزه ارجع للكلام دوت يا عمر. احنا كمان بيتقال علينا احنا شعب رومانسي، فيعني كان يا مريم ولا مازال؟ لا يعني انا بتهيألي باللي انا شايفه ان احنا عندنا اقبال على حاجات تانية، فاحنا مفتقدين ده زي ما حضرتك قلتي كبدايه، ان احنا بنقبل ان احنا نتفرج على المسلسلات التركي والهندي. يعني احنا مفتقدين حاجه احنا نفسها تبقى موجوده عندنا في زي ما انت المجتمع. بتقولي كده، هو هروب من الواقع. يعني انا مش قادر، انا مش لاقي نفسي، مش لاقي الرومانسيه هنا، مش لاقي الحلم، مش لاقي المجتمع الجميل ده اللي بحلم بيه، مش لاقي حتى المناظر الطبيعيه الحلوه. انا بنزل كل يوم بروح الشغل بمشوار بمر فيه بمرحله بمأساة، وبالتالي بلجأ للهروب. قلت مأساة. احلام يقظه، يعني نوع من انواع احلام اليقظه. هقول لك روح يوم كده اقعد في، بس يكون قبل العيد بيومين، لان كل الناس هيروحوا العتبه يشتروا حاجات لاولادهم، واقعد 3-4 ساعات. تكفير ذنوب يعني، كنوع من انواع تكفير الذنوب. مش كده؟ و3-4 ساعات برضو. عارف فيلم بتاع اللي بتغني فيه نجاة، ايه هو ده واشمعنى ده؟ فاكر الشارع بلاش بالنبي عشان خاطري ارجوكي، بلاش موضوع افلام ابيض واسود الشوارع زمان، لان ده بيخلق لي حاله. الشوارع ده غصب عننا، ده بيخلق لي حاله من يعني مأساة. يعني مأساة. ما انا بقول لك انت روح البيت هتلاقي نفسك التاكسي اللي بقى واقف ده كده مستني تقول له فاضي يا اسطى، في الافلام ابيض واسود القديمه. ده الكلام ده كان بيحصل بجد؟ كان بيحصل. الحياه كانت هاديه، والحياه ما هو غصب، ما هو برضه ما نقدرش نلوم الفن قوي يعني. ما هو لا هتلوميه في ايه؟ الحياه زمان كانت هاديه. طب ما ده اللي قلنا لحضرتك في بدايه الحلقه، قلنا لك الواقع، قلت لنا لا. احنا عايزين نهدي الحياه برضه في البيوت عن طريق الايه؟ الفن. ما يبقاش صراع، ما بقاش انا ابقى جايه من بره عين ابويا طالعه واقعد في اشاره 17-18 ساعه، وعايزه ابقى لو شفت اي حد اضربه، واروح البيت برضه اشوف الفيلم يخليني اخبط البنت في الحيط. يعني حنان يعني نقول واقع غير اللي موجود. لا يعني ايه الواقع؟ ما انت بتقولي لنا من خلال الفن نهدي الاعصاب. نفسك لو الباب بيخبط عليك، انت لو شفت حاجه كويسه كده وهاديه واعصابك هاديه، الباب بيخبط عليك وجارك قال لك كلمه بنرفزه، هتقول له معلش ده. لا هو ما ينفعش ده، لان غالبا الباب لما بيخبط بيكون غالبا الراجل بتاع الكهرباء عايز 500 جنيه او 700 جنيه. فما ينفعش يكون هتستحمله، هتقول له معلش وبتاع وهياخد بقى. طب اديك نص الفلوس، طب مش عارفه ايه، لان انت مش صعب قوي. اعصابك، انت عارف الجهاز العصبي ده الفن بيأثر فيه. الجهاز العصبي بيحس، العين بتستمتع، طيب، والودن بتستمتع. لما تقدم لي مسلسل ولا فيلم فيه اصطناع من الواقع اللي احنا عايشين فيه، هتلاقي نفسك كرهت الواقع وكرهت نفسك وكرهت كل حاجه. كلامك صح. بس بس ما تقنعنيش ان انا بقدم الواقع. ما اي حد يجي يقعد على فكره انا يقول لك احنا بنقدم الواقع. لا انا ابعد ما يكون عن المدافعه عن الواقع السيء اللي بيظهر في السينما احيانا، وبعض المخرجين بيتبناه ويقول لك لا ده هو ده الواقع. انا مش كده خالص، بس انا قصه ان انا اخلق احلام يقظه، يعني اجيب عند المصريين واقع تاني خالص. لا هيتغير فيهم. هتلاقي الناس ماشيه في الشارع هاديه. هتلاقي ان هتلاقي انت عارف، مش هنقول 100%، هنقول 3-4% او 5%. هتلاقي نفسك بتفكر مش كده انت يا استاذ عمر، اي حد ازاي يحسن دخله، ما هو اعصابه مش مشدوده. اما يجي حتى يشوف حاجه كويسه في فيلم، عمل كذا، جاب عمل مشروع مش عارفه ايه، هتخليني افكر. طب افكر ازاي وانا اصلا شايف الفيلم وهو بيقدم الواقع او المسلسل؟ طب ما هو ده الواقع. خلاص بقى هرمي، ما هعمل ايه؟ ما هو ده اللي انا بقول عليه يا استاذه حنان. هتلاقيني ببني مستقبل، هتلاقيني ببني مستقبلي انا.
ببني مستقبلي، هتبني مستقبلك، هتبني مستقبلك، حتى لو حاجه بسيطه هنلاقي البلد زي اللي انت بتقول عليها، مش زي ما احنا شايفينها. الواقع اتغير، الواقع بيتغير. لما نشوف فيلم زي ما بقول لك، انت لما بتروح تقعد في مكان على النيل ولا مكان، اعصابك بتهدى، بتروح البيت ما تقولش هيخبط، لا هتروح البيت تعرف تفكر تعمل ايه. لو في مشكله ما، لو في الدخل المعيشي قليل، هتفكر ازاي تحسنه. صدقني الفن ده رساله، والقائمين عليه بيقطعوا الرساله دي وبيكتبوا رساله جديده، بيكتبوا حاجه جديده، ان احنا تحس ان هم كارهين البلد. طيب قله قليله، اتفضل. ناس كتير جدا بيحبوا البلد من طبعاً. الفنانين، لازم بس هيفضل كده. معظمهم مش فاهم يعني ايه فن. ما يا استاذه حنان، هو ده اللي انا بتكلم فيه. ما احنا يعني بنقول احنا بنلجأ ان احنا نتفرج على يعني زي ما نقول حاجات دخيله علينا، ما هو ماشي، ليه؟ بعيد عن المجتمع بتاعنا. يعني معنى يعني احنا عايزين كده، معنى ان احنا نتفرج عليها اصلا يعني ان احنا محتاجينها او احنا عايزينها. يعني الشعب مش عايز كده؟ لا، الشعب عايز الرومانسيه ومفتقدها. يعني ما هو ده اللي انا بقوله، ما يجيش يجي يقول لك لا اصل انا بقدم الواقع، والواقع ان الشعب هو عايز ده، لا. طيب المجتمع مش عايز بعيدا ده. عن المجتمع عايز كده او مش عايز كده، هيظل الصراع بين فكره هل الفن او هل القائمين على العمل السينمائي او التلفزيوني او المسرحي يستطيعوا ان هم يرتقوا بذوق المستقبل، ولا المستقبل هو دايما عايز كده ودي ثقافته ودي الحجه بتاعتهم ان هو ده الشعب ودي ثقافته هو الشعب عايز كده. طبعا دي حجه واضح ان هي حجه البليد بصراحه كده، لان هم عندهم القدره من خلال ان هم قائمين على الصناعه ويمتلكوا رؤوس الاموال ويمتلكوا القرارات ان هم يغيروا في ذوق الناس، حتى لو كان ذوق الناس وصل لهذه المرحله. اخر حاجه بس في خلال دقيقه واحده بعد اذن حضرتك، ايه تاني غير مولانا صفوان وحصاد العمر؟ ومسرحيه رحمه دي. ما قلتناش عمل رومانسي لغايه دلوقتي برضو؟ لا انا ما كتبتش، انا ماليش دعوه بالرومانسيه خالص. الرومانسيه انا مش في رايي نفسك الرومانسيه تكتبي؟ مختلفه تماما. الرومانسيه مش واحد حب واحد وواحده، اكيد حاله ممكن تكون حاله مجتمعيه. الرومانسيه كلنا نحب بعض. تمام. يعني انت راسخ في ذهن الناس ان الرومانسيه دي حب واحد، بطل وبطله، لا. الرومانسيه دي حب المجتمع كله، ان انا اجي اقدم عمل رومانسي بخلي كل الناس او ابين الشر في الكره وبين الخير في الحب. الحب جار لجاره، الحب صديق زميل، مفيش الحقد اللي احنا بنشوفه والغل وان انا عايزه ابقى اكتر من ده كله. ما هي دي رومانسيه. ده موضوع كبير قوي هياخد حلقات كتيره جدا. احنا سعداء بيك النهارده مدام حنان غانم، واكيد احنا هنتقابل تاني ان شاء الله وعشان نكمل. الموضوع جميل جدا وحلو قوي ومن كتر ما هو متشعب ومهم جدا. وعلى فكره مهم قوي 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 قوي، لان هو ده اللي هينهض بالبلد. يا ريت ده اللي بنتمناه. الله يخليك، ربنا يخليك. طيب زي ما قالت مدام حنان، الظاهر الموضوع يعني متشعب، والموضوع يعني السيطره عليه صعبه شويه. هنروح لفاصل ونرجع نشوف الفقره الثانيه، هنعرف نسيطر على موضوع الرومانسيه والحب ولا لا. اهلا بيكم الفقره الثانيه النهارده في الليله وفي هو وهي. الفقره الاولى برضو عن الرومانسيه اتكلمنا عن الحب والكلام ده كله. الفقره الثانيه برضو احنا لسه مكملين معاكم في الرومانسيه والحب وهو وهي. وزي ما قلت في نهايه الفقره الاولى، الظاهر ان الموضوع صعب السيطره عليه لانه موضوع متشعب وموضوع كبير قوي. تعالوا النهارده نستضيف بقى احد الشعراء اللي بنحبهم كلنا. بنرحب بالشاعر والكاتب الاستاذ سيد سليم. اهلا بيك معانا في الفقره الثانيه وفي الليله وفي هو وهي. استاذ سيد سليم، حضرتك شاعر وكاتب واكيد برضو ليك وجهه نظر في موضوع الحب والرومانسيه، وتابعت معانا الفقره الاولى. هو لسه موضوع الحب ده موجود؟ الحب هو سر الوجود، يعني الوجود مبني على الحب، وما لم يوجد حب فلا حياه. فالحب هو حياتنا وهو زادنا الروحي المستمر الذي ينعش القلوب ويسعد الابدان. فالحب هو الحب، ولا تعريف للحب إلا الحب. طب ليه دايما نقول الحب كان زمان ودلوقتي ما فيش حب؟ يعني او بمعنى اصح الحب قل وما بقاش زي ما بيقولوا دلوقتي ما فيش وقت للحب. لا، هو الوقت موجود للحب. أصل الحب عاطفة، والعاطفة محلها القلب. فحتى لو إنسان معتقل هيحب، لو حتى إنسان بيكسر حجار هيحب، لو حتى إنسان في أي مجال هيحب. فالحب ما نقدرش نسيطر عليه، يعني هو حاجة في القلب. فالحب موجود، إنما إحنا انحرفنا عن الحب.
انحرفنا ازاي من وجهة نظر حضرتك؟ بمعنى ان احنا يعني زي ما بنقول ايه، يعني غطينا بعيوبنا النفسيه وبمشاكلنا، غطينا على هذا الحب الجميل، بدليل انه لو وجد ما يقدح زناد الحب هيشتعل الحب وهنعيش في رومانسيه وغرام. يعني ايه لو وجد ما يقدح زناد الحب؟ كلمه كبيره قوي. المؤثرات الجميله، الصوت الجميل، الوجه الجميل. طب ما هو موجود. ما عايزينه. طيب لكن دلوقتي احنا عايزينه. طيب ولذلك الشاعر بيكتب شعر ليه احيانا قصيده حب. الحاجات اللي بتقدح الزناد دي زي ما حضرتك قلت موجوده، ولكن حاله الحب نفسها او قناعه الناس بفكره الحب دي قلت شويه. ما قلت ليه؟ احنا اللي زي احنا المقصرين، احنا مش عارفين نعيش حياتنا حلوه، مش عارفين نعيش الحياه الرومانسيه الجميله. يعني بنحاول زي ما بنقول نبعد عن الاشياء العاليه الجميله التي يعني فعلا تثري القلب، وبالتالي ينطق القلب ينطق الفم ويسبقه القلب في هذا المجال. حضرتك كتبت كلمات عن الحب او عبرت عن كلمات عن الحب في قصايد او كتابات لحضرتك؟ نعم كتير الحمد لله. انا ليا ديوان كامل اسمه روض الاحاسيس. يعني روض الاحاسيس كله شعر حب. طب فاكر حاجات؟ طب يا ريت تقول لنا حتى نبذات. أفيض الحب من عينيك بحرا، وهات الدر من شفتيك سحرا، لأسبح بين شطآن المعاني، وأرصع من بديع الحسن صدرا. أيا حبا تهادى في فؤادي، وأسمعني حديث العشق سرا. خذيني نحو حيك أو تعالي، فظلم أن نعيش البعد أسرى. أهاج الحب طفلين، فطفل بما يلقى من الآثار يغرى، وطفلته تراه في نعيم أذاقته بطيف البعد صبرا. فيا لك طفلة يسري هواها، ويأسر فارسا قد كان حرا. جميل. فظلم أن نعيش الحب أسرى. نعم. ظلم ان الواحد يعيش الحب وهو اسير. نعم. اسير للحب ولا اسير للبعد، ولا قصدك ايه لا هو اسير بالظروف، يعني الظروف اللي تجتاح الانسان، اللي تبعده عن حبيبه، مثل التقاليد والعادات وغيرها من الاشياء التي تبعد الانسان عن او تبعد الحبيبين عن الاجتماع. احيانا بيكون في تقاليد، في عادات، في اعراف معينه بتبعد اتنين بيحبوا بعض. بالظبط. طب انا خايف من حاجه، في انشغال يعني كمان عن الحبيبه بسبب ظروف المجتمع، بسبب ظروف المعيشه. ممكن ده كمان يبقى ده مؤثر. يعني هذه اشياء كلها تؤثر. نعم. ولكن دائما المحب يحيا حياه بعيده عن كل العوائق. يعني المحب الحقيقي بيحيا حياه بعيده عن كل العوائق، لانه يرى الحب ويعيش الحب، فلا مجال يعني حتى العذاب. وتعذيبكم عذب لدي، وشوركم بما يقضي الهوى لكم عدل. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. ده الإمام ابن الفارض شاعر. كنت لسه هقول لك بقى كويس قوي انك انت دخلت في الناحيه دي، لان لسه انت بتقول حتى المحب دائما يعيش الحاله وهو منعزل عن العالم. انت ليك علاقه بالصوفيه شويه او طبعا كتبت في الحاجات دي أو طبعا. طب بما انك انت ليك علاقه بموضوع الصوفيه او الحاجات دي، اكيد برضو يعني مثلا نموذج زي ابو حيان التوحيدي مثلاً، والناس دي اكيد برضو انت بتحبها. ده الفلاسفه الكبار بتوعنا يعني، والعلماء والفقهاء يعني بثوا لنا وبثوا في نفوسنا عن طريق تراثهم العظيم قضايا حبهم وعواطفهم، ولم يستحوا كما يدعي البعض أن يقولوا بما رأوا وبما ذاقوا وبما أحسوا وبما سمعوا، بل أنهم أشاروا إشارات إلى الحب عظيمة وعميقة جدا، يفهم منها بالإشارة والتلميح ما صرح به بعضنا في هذا العصر من كلمات رديئة وسيئة. طب ادينا نموذج الإشارة والتلميح لبعض الفقهاء. ابن طفيل اللي هو صاحب قصة انت متأثر بيه قوي. ده أحبه جدا. صاحب قصة حي بن قزان طبعا، وده كان عالم وفيلسوف وصاحب دولة. فهذا الرجل لما التقى بمحبوبته، انظر ماذا قال: ولما التقينا بعد طول تهاجر، وقد كاد حبل الود أن يتصرما، جلت عن ثناياها فأومض بارق، فلم أدر من شق الدجنة منهما، فقالت وقد رق الحديث وأبصرت بوادر أشياء أزعن المكتما، نشدتك لا يذهب بك الشوق مذهبا يهون صعبا،
أو يرخص مأسمة فأمسكت لا مستعففا عن نوالها، ولكن رأيت الصبر أوفى وأكرم. جميل كل أوي. الحاجات اللي احنا عايزين نقولها قالها. طب احيانا بينظر بعض الناس الى المحب او الى الرغبه في التعذيب، او مش الرغبه في التعذيب، حب التعذيب او تقبله من الحبيبه للحبيب او العكس من الحبيب للحبيبه. بعض الناس بينظروا له ان هو نوع من انواع مثلا المرض، او ان هو ما فيش داعي ليه. ده نوع من أنواع الجمال. الجمال وليس مرض. من جمال الحب يعني. لابد للنحل من ايه؟ من الابر، ولابد من الجدي العسل من ايه؟ الابر. يعني زي ما بيقول قلب المحب مع الاحباب مسلوب، وعقله من بديع الحسن منهوب. وقائل قال لي ما الحب؟ قلت لهم الحب عذب ولكن فيه تعذيب. والامام الشريف الرضي كان يقول ايه؟ انت النعيم لقلبي والعذاب له، فما أمرك في قلبي وأحلاك. الله. أستاذ سيد، عايز أرجع لنقطة بين هي وهو. نعم. تفتكر مين من وجهة نظر حضرتك إنه بيحب أكتر، الست أم الراجل؟ هي زي ما برضو بيقولوا إن المرأة تستطيع أن تكتم حب الرجل طول العمر، ولكنها لا تستطيع أن تكتم بغضه. والرجل يستطيع أن يكتم بغض المرأة طوال العمر، ولكن لا يستطيع إيه؟ أن يكتم حبها. طب دي فطرة يعني، ده جيناتيك يعني، دي حاجة مالهاش علاقة بتدخلات البشرية. ربنا سبحانه وتعالى خالق المرأة كده وخالق الرجل كده. بالحياء. الحياء. والراجل عنده جرأة أكثر، والمرأة بتحب أكثر. يعني العاطفة عند المرأة أكثر من بس الرجل. عندها القدرة على كتم مشاعرها. نعم، ما هي مسيطرة. يعني مسيطرة على مشاعرها. أيوه نعم. وده شيء جميل يعني. لا، أنا عايز أقول لك إن بعض النساء أحيانا بتسيطر على مشاعرهم حتى وإن كانت هتأذيهم. نعم نعم نعم. يعني البعض ممكن يفضل كاتم مشاعر ويندم بعد كده. أو بعد كده، وبعدين إيه يعني بعضهن استطعنا أن يبثسن مشاعرهن وينطقنها صراحة، وليهم أشعار. يعني مثلا بسينة لما هددوها بسبب جميل الذي قال فيها الشعر الجميل، وهددوها بالقتل: يهددني قومي بقتلي وقتله، فقلت اقتلوني واخرجوه من الذنب، ولا تتبعوه بعد قتلي أذية، كفى بالذي يلقاه من ألم الحب. فشوف حتى حريصة عليه، حتى لو بعد ما تتقتل حريصة عليه. يعني عارفة برضه إن في ألم للحب، يعني في كأذية في آخر الكلام مثل ألم الحب. نعم نعم. يعني كفاه اللي بيلقاه، كفى إن هو الذي يلقاه من ألم الحب أو من شدة الحب. نعم. فالمرأة هي النفس البشرية ممكن تتألم لدرجة إن هي تحب الألم ده، وخاصة إن هو ألم ليه علاقة بالمحبوبة أو بالمحبوب. ألم المحبوب هو الجمال، أو هو بهرات الحب زي ما احنا بنقول. يعني لابد الحب من ضريبة، والضرائب دائما قد تؤثر في الإنسان مثلا بسلب إلا في الحب، فإن ضريبة الحب تجعل المحب يزداد ويشتعل أكثر. طب البعض بيتكلم دايما عن فكرة هلع أو خوف إن المحبوب يعيش من غير حبيبته أو فقدانها، سواء للرجل هو أو هي. نعم. بما ان احنا النهارده بنتكلم عن هو وهي. نعم نعم. ودايما ينظر للموضوع ان انا ازاي هكمل حياتي من غيرها. نعم. او ان انا هفقدها. نعم. فقدان المحبوب، ولكن في الاخر الحياه بتمشي. نعم. وربنا سبحانه وتعالى في معظم الاوقات يعني بيصبر الانسان، والدنيا بتستمر اذا القصه فشلت ما كملتش. نعم. هل هي هنا يعني الموضوع له علاقه بوهم مسيطر، او يعني فكره معينه، فكره فقدان الحبيبه؟ لا، هو فكرة فقدان الحبيب عمرها ما بتكون في لحظة أو في مسافة الحب. يعني مسافة الحب حتى بدأت بيوم، بسنة، أكثر. يعني أحيانا مسافة الحب بتبقى لحظة وينتهي عند المحب كل شيء، وأحيانا تستمر معه طيلة حياته، وأحيانا يخلدها بعد موتك الشعراء. يعني لو لم يغصوا أشعارهم أو شيء من هذا. في أحيانا أنت ما قلتهاش. نعم. يعني أنت قلت كذا أحيانا. أيوة. بس في أحيانا واحدة كان نفسي تقولها. أحيانا اللي هقولها لك دي محيراني قوي. هو في أحيانا ممكن يبقى الحب كامن، يعني مثلا بحب واحدة والموضوع انتهى، بس هو موجود كامن. ممكن نستدعيه في أي وقت. أيوة. أو أحيانا ممكن يتحرك إذا شفتها ويرجع تاني كامن، ويرجع كده مسيطر علي وهكذا. ده موجود. موجود. أحببتها وظننت أن لقلبها، كامل الشناوي، أحببتها وظننت أن لقلبها نبض كقلبي لا تقيده ضلوع. أحببتها فإذا بها وهم سراب خادع ظمأ وجوع.
وتركتها، لكن قلبي لم يزل طفلا يعاوده الحنين إلى الرجوع، وإذا مررت وكم مررت ببيتها تبكي الخطى مني وترتعد الدموع. فموجود يعني. استاذ سيد، عايزه ارجع للجواز، ودايما يقولوا الجواز مقبره الحب. نعم. يعني ده فعلا حقيقه، وليه سموه يعني ارتباطا بقيس وليلى، ولا دايما يقول لك الجواز مقبره الحب؟ لا، هو زي ما بيقولوا ايه، يعني اولا وصل، زي ما بيقولوا وصل الى الغايه. وما السعاده في الدنيا سوى شبح يرجى، فان صار جسما مله البشر، كالسيل يركض نحو السهل مبتدحا، حتى اذا جاءه يبطي ويعتكر. لم يسعد الناس إلا في تشوقهم إلى المنيع، فإن صاروا به ملوا. فإن رأيت سعيدا وهو منصرف عن المنيع فقل في خلقه العبر. فأحيانا بيوصل، وده اللي قاله يعني الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه، ان رحله الحلم نفسها او رحله الرغبه في تحقيق الحلم لا تقارن كسعاده يعني ارتياح نفسي بعد تحقيقه. هي الفلسفه بتاعت، هي طبيعه البشر كده، طبيعه البشر وفلسفه الجمال. وهو من الجمال يعني زي ما قال مثلا ايه احد الشعراء الجمال جدا جدا، جبران صاحب المواكب، ما بيقول ايه: الحب في الناس اشكال، اللي ضغط على قول السيده فريده. الحب في الناس اشكال واكثره كالعشب في الحقل، لا زهر ولا ثمر، واكثر الحب مثل الراح، أيسره يرضي وأكثره للمدمن الخطر. الحب إن قادت الأجسام موكبه إلى فراش من اللذات ينتحر، كأنه ملك في الأسر معتقل يأبى الحياة وأعوان به غدر. مش معنى كده ان الواحد نتجوز، مش معنى ان الحب يعني مقبره، ان الجواز مقبره الحب. قالها يعني برضه دي وجهة نظر. طب هو احيانا الحب يعني بيكون يعني محاولة من يعني عقاب من الله سبحانه وتعالى، واحيانا بيكون مكافأة، واحيانا بيكون رغبة في تطهير النفس البشرية. الله ما شاء الله، حاجة حلوة خالص فعلا. يعني قالوا ان بعض الاشواق تأتي تعذيبا للمرء لأنه لم يتعلق بالشوق الأعلى. أيوة. ده كلام رائع. الحب نعيم، من قصيدة برضه. الحب نعيم ذقناه، الحب جحيم عشناه، الحب سراب نطلبه وشراب في القلب لظاه، الحب قبور نسكنها وقصور زينها الله، ما أمتع حبا أبديا حب المخلوق لمولاه. الله. طبعا ده أكيد. يعني أحيانا في قصص حب ممكن تقربك من الله سبحانه وتعالى. طبعا طبعا. هو الإنسان يعني أصل أولا الحب عنوان عام. كل نصيب في الحب جميل، سواء انصرف للأعلى سبحانه وتعالى أو انصرف للبشر. انصرف للبشر ده أنه جزء من الحب اللي خالقه ورب البشر. فالحب في ذاته محمود. أحببت بشرا أنثى غيره، أحببت مهما تحب، فإن الحب هو يعني كينونة كبرى مأخوذة من الله تبارك وتعالى. الله محبة لأن الله هو خالق الحب، ولأن الله بنى الكون على الحب، ولأن آدم هو وهي أول هو وهي كان حب. نعم. يعني وجد السيدة حواء هو الحب. هو فلسفة الكون نفسها. فلسفة هو كون. هو كون. نعم. قائم على فكرة الحب. نعم. لقد كان الإمام ابن عربي يقول إيه: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فدير لرهبان ومرعا لغزلان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. الله. هو أدين بدين الحب لأن هو الحب موجود في كل الأديان السماوية، موجود في الله كل محبة. والله محبة فعلا. ده كلام صح جدا. لا. برضو عايزين ندخل شوية بقى ناحية برضو الصوفية الصريحة. نعم. وليست الصوفية اللي هي بتتكلم عليها ان هو اللي القصص الحب اللي ممكن تقربنا الى الله سبحانه وتعالى. لا، عايزين نتكلم عن يعني اشعار صوفية. عايزين نتكلم، انت كتبت حاجة في الصوفية مباشرة يعني مباشرة؟ نعم، كتبت حاجات صوفية عن علاقتي بنفسي والروح والنزاع بينهم وحاجات زي كده. طب نسمع بقى الكلام. أنا الذي طاعة الشيطان ترديني، أنا الذي طاعة الرحمن ترضيني، أنا الذي أصل روحي نفخة الباري، أنا الذي أصل جسمي الماء والطين، نور ونار قد اجتمعا فصرت أنا، نور ونار هما جرمي وتكويني، نور ونار هما جرمي وتكويني، ربه أعلى بنور الروح منزلتي وزكى رباه من النفس وحمي. جميل. طب أستاذ سيد، يا ترى الحب اختلف؟ يا ترى الحب هو اللي اختلف ولا معناه أو طريقته أو تعبيره هو اللي اختلف؟ هو زي ما بيقول أولا يعني
الحب يعني جماله في أنه متصل. كل مخلوق بشري فيه عقل وفيه قلب ينبض بيحب. مهما يعني علاقة الحب دي علاقة أبدية تبدأ بالإنسان قبل ولادته من الرحمة في بطن الأم وفي الرحم، ثم علاقته بالأم، ثم علاقته بالأخوة والأخوات، ثم علاقته بزوجه وهكذا. فالحب يعني لا يمكن أن ينتهي. إنما إحنا فعلا نتغير، يعني إحنا بنتغير بسبب إيه؟ تعميتنا وليس عمانا. إحنا بنتعمى، يعني إحنا يعني احنا اللي بنعمل كده في نفسنا. احنا اللي بنعمل كده، مش يعني ظروف الحياه غصب عننا زي ما ظروف بتقال. الحياه عمرها ما كانتش عائق. يعني ظروف الحياه لا تكون عائقا للحب. الحب موجود في نفوسنا وفي قلوبنا وفي حياتنا. انت ماشي ده تبقى نايم بتفكر. احنا كنا احيانا بنقول شعر واحنا نايمين. طب تيجي ندخل في ناحيه كده، ندخل في ناحيه معلش علميه شويه، او يعني سؤال برضو ليه علاقه اكيد برضو بحثت فيه حضرتك، لان الشعراء دول دايما يعني ما بيسيبوش حاجه غير لما يدوروا فيها، وما فيش حاجه اسمها شاعر وبيكتب بس شعر فقط كده، ما فيش حاجه اسمها كده خالص. يمكن ناس كتير مش عارفه الموضوع ده. الحب ليه علاقه بكيمياء معينه او بطاقه خاصه بالانسان بينه وبين محبوبته، يعني في كيمياء بتنشا او في مجال يعني مغناطيسي معين بينشا بينهم هما الاثنين لما بيشوفوا بعض. ده لازم. يعني امال ايه هو الحب؟ ما هو الا ذبذبات وشيء منتشر. يعني لكل انسان الهيولي بتاعنا احنا لو اما بيتحرك فيه موضوع الجانب الايثيري اللي فيه او الروح الايثيريه اللي فيه، يعني في بعض الكتب العلميه قدرتها كيلو متر حواليه هالات الانسان. فهالاتنا دي هي الجاذبه وهي اللي بتعمل مغناطيسيه معينه، ولذلك يعني موجب وسالب احيانا تلاقيهم حبوا بعض وخلاص على كده. فبتبقى الحب يعني جميل وليه هالات وليه ذبذبات معينه. طب يا استاذ سيد، هو الحب ليه سبب ولا لا؟ يعني في ناس تقول لك انا حبيتها عشان دي كانت سببها، ولا مجرد يعني هو حب وخلاص؟ في اعجاب وفي حب. ففي انسان بيعجب تتطور العمليه. لا ثواني انت فاكر الموضوع هيعدي كده؟ او انت فاكر انك هتقول كده في اعجاب وفي حب وانا هسيبك يعني وتروح عادي النهارده كده معايا دواوين الشعر بتاعتك وتقرا؟ مفيش الكلام ده خالص. تحت امرك. لا الامر لله. بس اصل الموضوع فيه اعجاب وفيه حب. احنا فاكرين السؤال بتاع مريان كويس وهنجاوب عليه، حضرتك هتجاوب عليه طبعا. لا. بس كلمه فيه اعجاب وفيه حب دي قتلت بحثا يا مريان، وناس كتير تقول لك اصل ده معجب مش حب، ده اعجاب. عايزين توضيح وتوصيف علمي ونفسي دقيق جدا للفرق بين الاعجاب وبين الحب. نعم. الاعجاب قد يقود للحب. الاعجاب طارئ، اخذ بال حضرتك. فاذا إيه ما تفاعلت معلش انا شفت شيء يعني بس بالراحه كده. ايه هو الاعجاب؟ يعني ايه اعجاب؟ اعجاب انا شفت مثلا نموذج معين، نموذج حلو جميل، شكل حلو جميل، ده الاقي نفسي ان انا انجذبت ليه، تعلقت بيه. اذا استمريت تبقى علاقه زي ما بقول لحضرتك. اذا زادت تبقى صبابه. استمريت قد ايه؟ معلش بس ما هو التعريفات دي كلها لا ما يعني واحده كده الدنيا اصلها مش يعني تعلقت بيه قد ايه؟ شهر، يوم، 10؟ والله حسب مسافه القلب اللي عندك او حسب مساحه القلب اللي عندك. ما هو القلب يعني زي ما قال ايه، تمنطق او تشنف او تقبل لو وصلت الاستيلاء فلست تزيد بعد اليوم حبا. ربنا يكفيك شر الاستيلاء ده. ايوه ده وحش خالص الاستيلاء ده، انا عارفه ده. تملك بعض حبك كل قلبي فان ترم الزياده هات قلبه. فهو ممكن يكون ايه، ياخده من اول مساحه. يعني تدخل القلب تستولي عليه خالص، يبقى اذا ما فيش مكان لغيرها. يعني مساله نسبيه. مساله نسبيه وتختلف باختلاف الافراد والذبذبات. ده السؤال اللي احنا قلنا عليه اللي هو علمي شويه. نرجع للسؤال اللي هو بالظبط. يا ترى الحب يبقى حب ليه سبب ولا حب مؤقت؟ يعني في معقوله حد بيحب حد مجرد لسبب معين ومجرد السبب ده يجي الحب يخلص، او حب مجرد تماما ان هو حبها وخلاص حتى لو بسبب؟ لا حبها وخلاص ده احسن. اما ولو سبب يبقى ده حاجه ثانيه اقل من الحب اللي هو ايه، من غير اسباب. ازاي بقى؟ من غير علل. اي حب من غير علل. ازاي؟ هو ده في الحب من غير علل. الحب غير المعلول. الحب اللي هو انت مش عارف ايه الموضوع. اللي انت مش عارف ايه الموضوع. ايه اللي بيحصل بقى؟ ده الجميل. ده ربنا يكفيك شره. يا رب يجعلنا من احبابه. يعذبني اريد انت غاوي بقى خلاص. اقول لك حتى من ابن الفاضل بيقول احبه قلبي والمحبه شافعي لديكم، اذا شئتم بها اتصل الحبل، عسى عطفه منكم علي بنظره، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل، وما الصد الا الود ما لم يكن قلا. ما لم يكن قلا هجر وفراق. واصعب شيء غير اعراضكم سهل،
أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل؟ خذوني كلي. ده بايع القضيه، ده بايع نفسه يعني. خدوني وما كلي بقى. الصد الا ود. والصد إلا الود ما لم يكن قلا. ده انت احيانا يعني على تكمله على سؤالي، نعم. لما انا بقول انت ممكن تحب الشخص اللي هو يعني مش عارف ايه الموضوع او الحب من غير علل، ده انت كمان ممكن تحب حد في حاجات يعني متناقضه جدا يعني عكسك انت، بالظبط. وبتحبه وانت مش عارف بتحبه ليه. أيوه. طب هو ده دي كيمياء معينه او دي حاجه لا علاقه للانسان بيها؟ لا هو زي ما بتقول انت ايه يعني اشياء جبلت النفوس او تتشابه النفوس في بعض الاشياء. يعني في الجبله والفطره والتكوين. فقد تكون هناك كما يعني في حديث صريح. جبلت النفوس. صريح حديث الجبلة. النبي صلى الله عليه وسلم. الارواح جنود مجنده. انا كنت لسه عايز اقوله لك في لا بداية لا الحلقة. وده اول واحد يتكلم نعم. عن الحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحب في المطلق. نعم. الارواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحب يعني. طيب في برضو السؤال اللي اتسال قبل كده وما كملناش فيه، ما استرسلناش فيه قوي، لا، اتفضل. لما مريان هي عشان خايفه من الجواز شويه فقالت لك الجواز هو مقبره الحب. يقال ان الحب عايز الحب يستمر، او ان الحب هو ذكاء المسافه مما قرات والله اعلم. ذكاء المسافه بمعنى انك انت لازم تحافظ على المسافه بينك وبين حبيبك او بينك وبين محبوبتك، لا تقرب قوي فتمل ولا تبعد قوي فتهجر الموضوع وتنساه. الكلام ده صح؟ ده هو الصح اللي انت بتقوله كده. وعايزين نضيف يعني او نقول ان احنا عايزين نعيش الحب بمعنى انه يعني شيء نحسه ونستلطفه ونستعذبه وندخل منه على الزواج المبارك. يعني ده الزواج اتفضل. ده بقى المنطق والعقل والكلام ده، وما نملش من الجواز يعني، ما نخافش قوي. ما نخافش، ده بالعكس، ده الانسان ايه، دي فلسفه جبران طبعا. لكن في بعض الاساليب العاليه جدا بتشوف ان طب ما ايه النتيجه والمحصله للحب؟ ان احنا نوصل، لكن بتفكر فكر نزاري طبعا. طب وايه اللي بيحصل بقى بعد الزواج؟ يعني في كتير بيقول لك يعني انا كنت بحبها جدا وبعد ما اتجوزوا الموضوع انعكس تماما. ده كان اصله حب ولا كان حب مؤقت ولا لا، هو كان ولا ما كانش حب اصلا؟ ده ليه علاقه بذكاء المسافه؟ نعم دي المسافه قربت قوي هنا. ايوه ليه علاقه. هو حصل ايه؟ حصل انه هو ظفر بما تمنى. ايوه. اخد بالك؟ فوصل زي ما بيقول ايه للنهايه، فبدأ بداية جديدة. هي لم تستطيع أن تستثمر هذا الحب، وهو أيضا إيه لم يقابل هذا الحب بإيه بما كان في الأعلى. الحب زي ما قل لي ولو كذبا كلاما ناعما قد كاد يقتلني بك التمثال، لا زلت في فن المحبة طفلة بيني وبينك أبحر وجبال، لم تستطيعي بعض أن تتفهمي أن الرجال جميعهم أطفال، الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال. دي مريان عايز تعيش على طول يعني حب. لكنه الإبحار، لكنه الإبحار دون سفينة، وشعورنا أن الوصال محال. هو هذه الكف التي تغتالنا ونقبل الكف التي تغتال. جميل قوي. واضح ان الكلام كلام جميل وكلام رائع، الكلام اللي احنا بنقوله كلنا، بس في حاجه يعني في موضوع مهم جدا ولازم نخرج بيه بما ان احنا بنتكلم يعني بلغه المنطق والعقل في النهايه. وبرضه الحب هو منطق وعقل عشان ما حدش يفهم الموضوع غلط، ان احنا بنقول ان الحب ده جنون او لا خالص. ولكن واضح ان الموضوع ما فيش فيه قوانين ثابته، واضح ان الموضوع ما فيش فيه يعني احكام معينه، واضح ان الموضوع ان الدنيا مساحه يعني مطاطه قوي، والمساله رايحه وجايه، والبشر مختلفين، والموضوع نسبي جدا، والموضوع بيد الله سبحانه وتعالى كما كل الامور في الكون. لكن موضوع الحب تحديدا ما فيش فيه قول ثابت. لا ابدا. مش كده؟ ده انت ذقت انواع الحب كلها. اكيد. واخترق المسافات جميعها. هم بيقولوا ايه؟ يعني العاطفه اولا يعني بتبرر واحيانا تبرهن. يعني احيانا لقاء وبعد اللقاء طب ايه اللي بيحصل؟ احيانا غياب، طب وبعد الغياب ايه اللي بيحصل؟ فهي صراع دائم. يعني الراجل يقول ايه؟ ولقد ندمت على تفرق بيننا ندما افاض الدمع من اجفاني، وحلفت إن عاد الزمان يضمنا لا عدت أذكر فرقة بلساني، هجم السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني، يا عين ما للدمع أصبح عادة تبكين من فرح ومن أحزاني. كلهم عندك انت يا استاذ. تريال الشعر الحر اكتر كمان، بتحب الشعر الحر؟ لا الشعر كويس. انت الحر والعام. يعني هقول لحضرتك حاجه، يعني حتى الشعر العام في احنا زي ما بنقول هو وهي بصراحه زي احنا مظلومين وظالمين للحب. ظلمنا للحب اننا لم نستوعب المعاني العاليه الجميله التي قيلت. يعني مثلا ام كلثوم لما تغني تقول ايه؟
تستغرق كل الزمان. ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي؟ قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي؟ كنت لا كنت ايه بنقول، المهم استغرقت كل زمان. كنت ايه ازاي اوصف لك قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي؟ كنت كنت بخاف. لا كنت ولا امبارح فاكراه، اهو الماضي، ولا عندي بكره استناه، ده كنت المستقبل، امبارح فاكراه. ولا يومي حتى عايشاه، بالظبط. خدت كل الزمن الماضي والحاضر والمستقبل. والمستقبل، ده صح. كلام عام وجميل وشعر حر، لكن استوعب فكره الحب كلها. بالظبط. الزمن كله. ولو هنتكلم عن حب فعلا كلامنا مش هينتهي. بجد بشكر الاستاذ سيد سليم من حضرتك، الكاتب والشاعر اللي كنت منورنا النهارده، شكراً ليك، وفعلا ميرسي. بجد اديتنا كده الله يكرمك. حب للوطن، الله. حب المطلق. بين بالظبط، نعم. بين الاشخاص ده في وبعضها. فرصه نقول قصيده في مصر كمان. المره الجايه ان شاء الله اكيد. باذن ميرسي الله. ليك جداً. وبنشكر شاء حضرتك الله. جدا، حضرتك كنت منورنا. بشكرك يا عمر. ميرسي يا مريان، وهنكمل في الحب بعدين بقى. والله انا فرحت بيكم. سعدت بيكم. احنا سعدنا بيك كمان. وبنشكر مشاهدينا، نقول لكم تصبحوا على الف خير. شكرا لكم.